أوعدكم هاي أطيب تتبيلة دجاج راح تسووها وتقدرون تعتمدوها بكل أنواع المشاوي. سويت وياها ثومية المطاعم اللي ياهو جربها على طريقتي بعد أبد ما غيرها. تتبيلة الدجاج نحتاج عصير ليمون وعصير برتقال وبهارات، دبس رمان، معجون طماطة ولبن وثوم مهروس. راح اكتب لكم مقادير بالتفصيل جوا الفيديو. الدجاجة من الليل انقعها بمحلول ملحي، راح اكتب لكم مقاديرها جوا الفيديو. بعدين اشيل الجلد واشرحها حتى تكون محافظة على شكلها. سلفنوها كل زين وندخلها للفرن ساعة ونص. بالنسبة للثومية كوب مي خاشوقتين كبار نشا نخليهم على النار لحد ما يسخن. بعدها لما يبرد راح نخلي عليه ثوم، واهم شي يطلعون العرق الاخضر مالته، ونخلي له خاشوقتين لبن وخاشوقتين زيت وعصير ليمون وملح بالبلندر. وهاي اطيب ثومية صارت عندكم نفس ما المطاعم، يمكن اطيب همينة. واني ما استغني باكلاتي عن خبز ريف العراق، مناسب لاهل الدايت ومرضى السكري، صحي وطبيعي وخالي من المواد الحافظة وخالي من السكر، طعمه طيب وكلش طري. لازم تجربون وصفة الدجاج هاي لان كلش طيبة. وعافيات عليكم.